سوري مش هعيدها تاني. الانجليزي بعافيه. النهارده بقى في قعده حكاوي انا معايا ضيفه مميزه جدا ورقيقه جدا، من ارق الناس يا جماعه على السوشيال ميديا، وعلى فكره هي كده برضو في الحقيقه. معايا one of the top makeup وبيوتي ريفيور رنا اشرف. عامله ايه؟ انا الحمد لله. انتي اخبارك ايه الاخبار يا يا رنا؟ ندوش؟ كويسه. أنا مبسوطه قوي ان الحمد انتي لله. معايا النهارده. وانا كمان ميرسي قوي. والله لا ميرسي قوي ان انتي جيتي. ربنا يخليك. البلوج اسمه بتاعك رنا ريفيوز. هو معبر قوي عن اسمه، صح اللي هو اللي انا بعمله عادي. شفت كاسات. صح. ايوه. انتي بدأتي امتى؟ بصي انا بدات في اخر 2017 كده، في شهر 11 انا فاكره. بس قررت كده، يعني ما كانتش ألذ سنه بالنسبه لي. فحسيت اللي هو لا انا محتاجه اعمل حاجه انا نفسي اعملها. انا اصلا كنت بحب الميك اب والسكين كير والحاجات دي، وبتفرج بقى على يوتيوب من 2012. فلو بقالي ايه بقى زمن. وكنت ساعتها دايما بحس اللي هو ايه، طب احنا ليه محدش بيعمل ده في مصر؟ وعندنا بيوتي برودكتس بتاعتنا بس ما بلاقيش مثلا عليها ريفيو، مش لاقيه اي حاجه. طب ده حلو وده وحش، اعمل ايه؟ فحسيت اللي هو لا انا لقيت نفسي بقى. بعدين قلت خلاص هبتدي واشوف بقى الدنيا. بس انا صراحه اول ما ابتديت اول سنه ونص كده ما كنتش بطلع بوشي عشان انا بتكسف. هي بتكسف جدا. فانتي كنت بتطلعي اللي هو البرودكت بس؟ كان ساعتها بقى مفيش فيديوهات، فكان صور اللي هو مثلا بحط صورة البرودكت واكتب بقى ريفيو بقى ديتيلد بقى، اللي هو لازم حد يكون عنده صبر في القرايه شويه. بس بعد كده بقى جه كوفيد. واي ثينك بقى كنت قبليه ابتديت اعمل فيديوهات كده على خفيف. فبس الفيديوهات بلو اب بقى وقت الكوفيد، ولقيت الدنيا ماشيه والناس عاجبها الفيديوز، اللي هو ايه ده الله يلا وكده. وحسيت اللي هو لقيت نفسي بقى. فجيت على 2020 اللي هو كان اخر الكوفيد بقى، يعني كنت خلاص اتجوزت وكنت خلاص بقى في اخر الكوفيد. حسيت اللي هو لا طب ما اعمل شغلي فريلانس واعمل جنبي البلوج وكده، عشان كمان كان شغلي بعيد عن المكان اللي انا نقلت فيه. فمن هنا بقى ابتدت بقى المسيرة بتاعتي كلها. انتي اصلا متخرجة من ايه؟ من هندسة عمارة. ده شفت جامد. والله هتلاقي كل اللي عاملين شفت مهندسين. هو الحقيقه في ناس كتيره قوي. السوق واقع شويه. يعني عايزه اقول لك مثلا في البيزنس هتلاقي مديرين كتير جدا هم باك جراوند مثلا كده في كل حته، في كل حاجه عامه يعني. أيوة طبعا ما عدا الطب والحاجات دي، بس قصدي لا ايوه لا عايزه اقول انا كنت في راس صدر عادي. ودخلت محل وبعدين بس بنسال راجل قال لنا ان هو مهندس برضو. قلت له انت كمان؟ كل ما نسال حد بقى لو انت اللي جابك هنا. بس هو صراحه مرتبات المهندسين مش زي ما بيقولوا، لا ضحكوا علينا. المرتبات ما طلعتش قمه زي الكليه خالص، ملهاش علاقه بالكليه اصلا. بس انتي الشفت الاساسي حصل عشان انتي ما كنتيش حابه بصي انا كنت حباه، بس كان الموضوع بالنسبه لي ان انا امانج البلوج وكمان بيتي. وكمان اعمل الشغل ده. وشغل هندسه بيخلص متاخر او بمواعيد مش ثابته. يعني انا صراحه الشغل اللي كنت فيه كان ثابت، اللي هو بصحى بروح برجع. بس كنت برجع اللي هو الساعه 6 المغرب. فانا 6 المغرب لسه مطلوب مني اروح بقى اطبخ انضف اشوف ايه الدنيا. بابا اصلا مش قادره اتكلم وقعد كمان مع البارتنر بتاعي برضو يعني فاهمه. ولسه بقى فوق ده هعمل بقى كونتنت. واجازتي كانت يوم جمعه بس. يعني انت كنت تنزلي شغل السبت؟ اوكي. بس فحسيت اللي هو في حاجه من الثلاثه دول لازم ادروب، عشان مش هقدر ابرفورم 100% في دول كلهم. فقلت خلاص هخلي شغل عمارة فريلانسنج، لو جات لي مثلا بروجكت او كده هاخدها. وفي نفس الوقت ما يبقاش ده الفول تايم بتاعي، عشان برضو هو كان ضغط عليا قوي الصراحة، العمال صعبين قوي. فقلت خلاص لو جالي شغل فريلانسنج تمام. وهبقى مكملة بقى في البلوج بتاعي والبيت طبعا، يعني ده حاجة ما اقدرش اسيبها يعني. انتي بدأتي كمان على التيك توك 2020 صح؟ بصي قبليه بس ما كنتش بنزل يعني كونسيستنت. يعني كنت من 2017 او لا
كان قبل ما يبقى تيك توك، انا مش فاكره كان امتى بالظبط ايوه لو لما كان بس هو كان قبل كان في ميوزيكلي باين. ايوه هو ميوزيكلي دب سماش ولا معرفش اسمه ايوه ما ده انا قاعده بحاول الاقي الاسم. دب سماش يس وكنت بنزل بقى عليه فيديوهات بس اللي هي راندوم قوي غنى عارفه جو اللي هو وقت الكوفيد بس انا كنت بعمله قبل. اوكي بس كان حاجه اللي هو صحاب كده مش كده حاجه اللي هو انفلونسر يعني مش شغلي خالص. بعدين جيت على قبل الكوفيد هو في 2019 بقيت انزل برضو ريفيوز عليه مش بوشي برضو كان فيديوهات كده ريفيوز سريعه كده بس لقيت الدنيا ماشيه تمام وكده بس معرفش ليه ما جاش في دماغي ان انا انزل. كنت معرفش كان في كده اللي هو عارفه ان انا مش لاحقه برضو امانج ده ساعه الكوفيد يعني صح؟ في 2019 كنت لا ده قبل الكوفيد بسنه فانا كنت برضو لسه في شغلي فالموضوع كان صعب برضو. فجيت قلت لا خلاص لما بقى سبت الشغل تحسي بقى انا فضيت بقى خلاص بقى انا فاضيه لكم بقى يلا بقى. فابتديت بقى في الكوفيد بقى التيك توك وكده وبرضو بلو اب يعني الحمد لله. ده في 2020 صح كده؟ يس. انت كبرتي اسرع على التيك توك يس صح؟ التيك توك كان موضوع يعني اسرع جدا معرفش it was nice يمكن ان هو ما كانش في ناس برضو بيعملوا ريفيوز عليه كتير بالظبط. الناس كانوا اللي هو كمان كنت بنزل عارفه ريفيو في 15 ثانيه بحط مثلا توب 3 برودكتس فالناس اللي هو ايه حاجه على السريع كده معلومه خفيفه فهم تقريبا الموضوع كان لذيذ يعني. لا دي حقيقه فعلا. وبعدين كان في طاقه ان التيك توك بيستحمل ان وقتها انا فاكره ان في ناس كانت بتنزل ب5 فيديوهات في اليوم. ده مش انا برضه. لا انا عارفه انا طاقتي على قدي شويه انا عارفه طاقتي. ايوه بس هو فعلا في ناس كانوا بينزلوا كتير اتس استراتيجي برضو بس بالنسبه لي لا يعني كواليتي اوفر كوانتيتي سيكا دي فانت في الاول خالص مثلا كان ممكن تنزلي قد ايه في الاسبوع مش في اليوم يعني ما علينا. بصي لا هو بالنسبه لي انا 1 فيديو ا داي ده اساسي اصل هو انا بتعامل معاه كانه ورك كده فاهمه ده شغلي فلا لازم انزل 1 فيديو ا داي بس كده. طب وقتها بقى كنتي بتصوري في نفس اليوم ولا بتجمعيهم في يوم واحد وتصوريهم؟ بصي هو depends بس انا معظم ما organizing الكونتنت بتاعي بيبقى على حسب الافكار. انا شخص كرييتيف بطبيعتي فهو بتجيلي مثلا فكره فاقوم اصورها الاقي طب ما اصور الفكره فاهمه كده يعني فهي ما فيش ميعاد معين او حاجه استراتيجي معينه. هو لما بيجيلي الوحي كده بقوم اصورها بس هي بتبقى معرفش بحسها بتبقى ناتشرال اكتر يعني او بتخلي فيديوهاتي يعني. ايوه لا صح بس اتس نوت سكريبتد خالص يعني بطلع اتكلم كده فاهمه. بس رنا انتي في الريفيوز بتاعتك عامه حتى على الانستجرام انتي بتجربي حاجات كتير قوي فهل مثلا في مره حصل لك اكيد حصل دامج يعني اكيد في مره انتي فاكراها؟ بصي اصلا كتير الصراحه. في مره معلمه مثلا في دماغك او حاجه انت حسيتي لا it was not يعني ما كانش قرار كويس انا اجرب كده؟ بصي انا فاكره كان في ماسك معين مش فاكره يعني بس ده من حبه حلوين يعني. اوكي وبجد انا حطيته ووشي حرقني جدا وبعدين I was like لا فاكس قوي مش قادره وشي يتحرق دلوقتي. لا مش عامل بس او مثلا ساعات بيبقى مثلا شامبو تستخدميه تلاقيه مش بينضف كويس او فاهمه عارفه حاجات يعني كل واحد بقى وليه his own يعني في حاجات بتبقى فعلا وحشه وفي حاجات ممكن understand ان هو دي مش معموله ليا ممكن تبقى احسن مع حد تاني لحد تاني. انا بسالك السؤال ده ليه عشان يعني حابه بس الناس تفهم انه انت دلوقتي بتشتغلي ولا خلاص؟ لا انا دلوقتي اعتزلت الحمد لله خلاص انا دلوقتي كده فول تايم كونتنت كريتور. يس وده شغل على فكره فيعني دي قصدي الحاجه اللي احنا يعني بس حابه اوضحها ان شغلك بيحتم عليكي ان انت لازم اشتري حاجات كتير. حوار الشراء ده صراحه مفلسني. في ناس بقى بتبقى فاكره ان انت مثلا معظم الحاجات بتجيلك فور فري. لا it's not true خالص. بالعكس انا اصلا معظم الحاجات اللي بتطلع في ريفيوز وكده معظمها ببقى انا شارياها اصلا ما كانتش عندي يعني ممكن فعلا حاجات تجيلي بس انا اوريدي كنت جايباها مثلا. بس دي بحس ده بيخلي ريفيو genuine اكتر. انا I was interested فيها ورحت اشتريتها
بالظبط it's not sponsored. بالظبط. مم. فلما بقى براند تكلمني تبقى عايزه تشتغل it makes الكولابوريشن make sense انه انا relevant. اوريدي بستخدم الحاجات دي وعجباني يعني. بالظبط. يعني انا فاكره مثلا ساعه كنت انتي مسافره مش فاكره فين، وبعدين كنتي بتجربي السان سكرينز فاكره. ايوه كنتي جايبه الباتش. انا مثلا بصي اكتر حاجه عجبتني في الفيديوهات دي هي جابت الباتشز منين. اصلا مش موجوده. هي مش موجوده. فعايزه اقول لك انا عندي ناس قرايبي هما بيسافروا امريكا، فاي حاجه بقى تريكي كده بعت عليهم طبعا قبل ما يقفلوا علينا كارت طبعا بتاع. فانا كنت بعمل، هما طبعا ما كانوش بيفهموا اللي هو انا بجيب ايه، فاهمه. طبعا بس انا هما عامله الاوردر ويروح بقى عليهم. ايوه بس كده. فضلت اتفرج اصلا على السيريز دي وقعدت اقول ايه، لان انتي كنتي في الفيديو الواحد بتجربي اكتر من 3 سان سكرينز والسان سكرين غالي. it is. يعني حتى لو هو سواء ساعتها كان في حاجات لوكال براندز وحاجات عادي يعني مش لوكال، بس هو اصلا السان سكرين يعني مش منتج رخيص يعني، فاهمه قصدي. قعدت افكر قلت اكيد برضو ما هو اكيد مش كل الشركات دي يعني لو بفكر فاهمه اكيد مش كل الشركات دي يا جماعه مديانا الحاجات فور فري. عايزه اقول انا دخلت على امازون عشان كنت عايزه اشوف مثلا يعني اقل حاجه في البرايس واغلى حاجه عشان ابقى جربت ده وجربت ده ويبقى كلهم they have a fair shot يعني وكده. بس فدخلت بقى يعني بجد انا جالي 2 اوردرز فيهم مثلا 15 20 سان سكرين. انا مش متخيله اللي بيلفوهم بقى هو ايه اللي في دماغه. طبعا لو دي هتبيعهم ولا ايه. بس كانت فيديو انترستنج قوي صراحه يعني. حسيته نور فكره ان هو reapplying السان سكرين مهمه قوي، وقد ايه فعلا بيعمل افكت وبيروح بعد قد ايه. فدي حاجه يعني ناس كتير بتنسى اصلا to reapply السان سكرين بتاعها. صراحه هو بيبقى فيه يعني مفهوم كده ان انا حطيته الصبح بالظبط ونزلتي فاهمه. بالذات في المصيف الواحد بينسى خالص اللي هو انتي طالعه بقى نازله من الميه، ما هو خلاص شمس بالظبط. حتى كمان انا عجبني ان كان في مفروض، طبعا احنا مش هنقول اسامي، بس اللي هو في كانت برودكتس المفروض ان هي تبقى غاليه وده سان سكرين مثلا موجود عادي يا جماعه بعد ساعتين محتاجه تحطيه تاني. بالظبط مش عشان مثلا هو اصله البلد كذا او اصله البلد كذا يعني مش هيقعد اكتر. لا هو خلاص هو سواء اتس ا رول هو بيقعد كل ساعتين او لو حاجه ممكن اقل شويه ممكن تقعد اقل، اللي هو بدل ساعتين هتقعد ساعه ونص ساعه. فهو ده كان غرض التست ان احنا نعرف سان سكرين اللي احنا بنجيبه نحطه كل قد ايه والافكتفنس بتاعته. بس كده. طيب حاجه برضو من الحاجات اللي انتي مشهوره بيها قوي الحاجات الغريبه. يعني مثلا اخر فيديو ده انا كومنت علي ضحكني قوي. ايه انت حطاه مش عارفه هو قال لك كلمه غريبه كده لميع عارفه لو انا كنت حاسه اللي هو اكيد في دماغه ان شاء الله مش هتنزل كده. ايوه ونزلت عادي. اوكي انا خدت رايك بس هعمل بقى الحاجات دي منين يعني؟ اصلا انت دايما بتعملي ايه؟ بتروحي حاطه الفيديو في الاول ايوه عشان تفهمي الناس لو بيبقى فيديو اللي هو مش انت يعني بالزبط. اللي هو البرودكت اللي انا شفته. بعدين انت اصلا بتجي عارفه اللي هو بتجيبي الفيديوهات دي منين؟ والله هي القعده على التيك توك كتير او الاف واي بي بتاعي فيه حاجه بقى لو بفتح كده ايه ده الله ايه الحاجه الغريبه الجديده عايزه اجربها يلا. وبتعرفي توصلي ازاي تشتريها الحمد لله يعني هو ربنا بيحبني. صح. او يعني بفلس نفسي فاهمه. بس انا بحس ان لو عندي تارجت حاجه هشتريها سبحان الله بعرف اجيبها. طب لا انا حتى مش بتكلم على كوست، انا قصدي بتلاقي يعني عارفه الناس يعني انا مثلا انا جه في دماغي اللي هو لو هي اشترت دي انا كل السؤال الوحيد هي جابتها منين. ايوه ما بقولك انا بقعد بقى انا اسفه معلش سوري انا عارفه هتقتلني. كنت هقولك انا بقعد بقى بقولك بسيرش بقى بالصوره فاهمه بجد بعمل يعني ريسيرش محترم. الاول بسيرش لو هو موجود في مصر على ايه يعني مثلا على جوجل بكتب مثلا اسم الحاجه وجنبيه مصر. حلو. لو لقيته في مصر زي الفل تمام. لو ما لقيتش بقى على جوجل هخش على فيسبوك انستغرام بيجز اسال تارجت يعني. عارفه اللي هو لما أيوة. لما ابقى عايزه حاجه
انا هعرف هي فين. ده انا على literally. فكره دي اصلا موهبه خطيره. انا في حاجات كتيره ببقى مثلا عايزاها بس فعلا ما بيجيش في دماغي انا ممكن اجيبها منين. حاجات تبقى بسيطه مثلا قوي يعني فاهمه. ومثلا لو ما لقيتهاش بقى هشوفها بره هي بكام مثلا، ولو اعرف حد نازل او مثلا بيج تقدر تجيبها لي بس، فهتلاقيني بتصرف. بتتصرفي صح. ايوه، او حاجه تقع تحت ايدي بالصدفه فاهمه. على فكره بتاع اللي هو اللايت دي كانت بالصدفه والله. انا اسات دي من فتره، من شهرين 3 كده، كنت ماشيه في المول حلو ولقيت محل ما محل ما كان عامل ديسكاونت، وبس دخلت لقيتهم بيبيعوها كده اللي هو فانا قلت ايه ده، الله انا حاسه ان انا شفت ده على التيك توك قبل كده اما اجيبه. انا حاسه ان ده انا. بس فلقيتهم بقى حاطين كل الالوان واشتريت بقى وتبضعت، وكان معايا اصحابي حاسين اللي هو ايه الهبل ده، انت هتجيبيه بجد؟ قلت له ايوه من عندي شغل. ايوه هجيبه. عارفه اللي هو لما يبقى شغلك حاجه بتحبيها برضو. ايوه هجيبه. وبعدين قلت لهم دلوقتي تجيبوا عشان هما مخلفين اطفال بنات كده كيوت، قلت له تجيبوا ولادكم بقى اعملها لكم بقى. دي تبقى حلوه قوي لذيذه معاهم. تبقى حلوه قوي على فكره، كنت بفكر فيها حلوه قوي مع عيد الميلاد بقى بالظبط كده. صح برضو. ايوه بس لذيذه قوي. انتي حضرتي لندن فاشن ويك صح؟ يس. الاكسبيرينس كانت عامله ايه؟ اكسبيرينس كده بالنسبه لي كانه حلم. اصل هو بقى زي ما بقولك انا كنت بتفرج على يوتيوب من 2012، وكان معظم البيوتي انفلونسرز كانوا من يو كي اصلا سبحان الله يعني. بعدين كنت بقى بتفرج عليهم بقى اللي هم they're getting ready بقى for fashion week، ويحضروا بقى الرانويز والحاجات دي. فلما جالي الاوبورتونيتي اصلا كان المفروض هسافر ميلان فاشن ويك مش لندن. بس الموضوع كان شورت نوتس او مش شورت نوتس، هو انا ما لحقتش يعني، كان الفيزا محتاجه ابوينتمنت وكده، والابوينتمنتس طبعا في الصيف ما فيش يعني. الابوينتمنت دي بتحتاجي تاخديها في السفر قبلها بشهرين 3. فانا ايه حسيت اللي هو لا، فكلمتهم قلت لهم لو حد تاني معاه الفيزا خليه يروح، عشان انا مش هلحق اعمله، حرام الاوبورتونيتي دي يعني، افضل انا ماسكاها ومثلا انا ما عنديش الفيزا ومحدش تاني يقدر يطلع مكاني فاهمه. ده كان بعد ما هما كلموكي اوريدي طبعا صح؟ يعني هما كلموني قالوا لي شوفي حوار الفيزا وقولوا لنا وكده، وهما طبعا في الجلوبال سكيل هما ما يعرفوش ان احنا عندنا بروسيس الفيزا وكده. هم فاكرين هما هيقولوا لي يلا، هقول لهم يلا الطياره بقى وتروحي فاهمه. بالظبط. فكلمتهم قلت لهم لا انا مش هقدر اروح وكده، مفيش اصلا ابوينتمنت، واول ابوينتمنت موجوده عشان اخد الفيزا اصلا بعد السفر. فقلت لهم لو في حد تاني معايا مفيش مشكله ودوه مش عارفه ايه، وان شاء الله تتعود المره الجايه وخلاص بقى. انت عارفه انا بقول لهم كده والله لو خلاص بقى ان شاء الله خلاص بقى بالظبط. المهم قفلت. كلموني بعديها قالوا لي طيب لندن نظامها معاكي ايه؟ قلت لهم ما اعرفش، بس هما يعني سفارة تانية وكده فهكلمهم واشوف. فسبحان الله لقيت appointment بعديها بعد ما كلموني باسبوع، بس الفيزا طلعت لي حرفيا قبل السفر بيوم. لا والله سبحان الله. ده عارفه لما ربنا يبقى مقدر حاجه يعني بالظبط. فقلت لهم بصوا هو في appointment اقرب appointment يوم كذا، وهيبقى فاضل يعني هقدم وهاخد باسبوري هيبقى قبل السفر بيومين بالظبط. فهم قالوا لي خلاص دوسي وشوفي هيحصل ايه وكده. بس انا بقى رايحه قبليها بيومين، هما مرضوش طبعا ولا يحجزوا طيران ولا اوتيل، مستنيين بقى. فروحت اخد الفيزا بقى الحمد لله، خدت البتاع كنت هعيط والله. لا يا لهوي انا هسافر بجد. انا بس كلمتهم بقى بعتوا لي الحاجه، طب الحمد لله يلا مش عارفه ايه. حجزوا لي الطيران والاوتيل، وحتى انا كنت عايزه ازود يومين وما عرفتش احجز، وكانوا ساعتها قافلين الليميت. فكلمت بيسو قلت لها انا هستلف منك فلوس هحولهم لك دلوقتي عشان انا مزنوقه، انا خلاص ما عنديش غير يوم. عارفه اللي هو الصحاب ايوه بس فحجزت ورحت وكده، وكانت اكسبيرينس الصراحه حلوه قوي يعني. عارفه تحسي تحسي ان هو اتس ا دريم يعني بجد. الواحد والله انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اروح حاجه كده خالص. والله انت تستاهلي صدقيني. وبعدين انت حد مجتهد قوي، فانا كنت مبسوطه قوي وانت هناك يعني. انا كنت فاهمه اللي هو قاعده من ورا بس اللي هو مستنيه بقى ومستنيه اشوفها هتلبس ايه. ايوه هي such a dream بالنسبه لي. لا it was really good. انت
اكتر طبعا وقت، انا عارفه ان انتي بادئه من 2016 يعني، بس اعتقد اكتر وقت الناس عرفتك فيه قوي لما التيك توك بدأ، وكمان انتي من الكرييترز المعروفين قوي او تعرفوا قوي على التيك توك. ف التيك توك بالنسبه لك يعني عارفه انا مش عايزه اقول طبعا بنته او لا مش عايزه اقول كده، بس انا يعني حاسه ان هو ادى فرصه لصناع محتوى كتير. فانتي بالنسبه لك كالاكسبيرينس بتاعتك انتي كانت عامله ازاي معاهم يعني؟ لا بصي، هو التيك توك حلوة قوي لو انت عايزة تتعرفي overall يعني عند الناس كلها، فاهمة حاجة. انستجرام نوعا ما انت في الاخر بتطلعي للي عامل لك فولو بس، فاهمة. لكن بالظبط. لما بتقعدي على تيك توك انت مش بس بتتفرجي مثلا عليا، بتتفرجي على كل الناس وبأنواع محتوى مختلفة، وممكن حد انت ما شفتيوش قبل كده يطلع لك، فاهمة. فبحس التيك توك opportunity حلوة قوي لو حد عايز ينتشر، اوكي. يبقى معروف كده overall، مثلا ناس عارفة شكله وشه اتليست، ممكن مش لازم بقى عارفه هو personally بس عارفه كده اللي هو بس. فهو لذيذ في الحتة دي الصراحة يعني. بحسه كمان بلاتفورم يعني بصراحة فعلا بيحاول يدعم بقدر الامكان الكرييترز. دي حقيقة. لا هما لذاذ قوي الصراحة، يعني بحب تيك توك لا انا اصلا بقعد على تيك توك 24 ساعة يعني. طيب هل رنا انتي متجوزة؟ في بقى عارفة السؤال اللي يجي دايما في دماغ الناس خصوصا اللي عندها كوميتمنت تانية غير الشغل، ازاي قدرتي عامة توفقي ما بين انه البيت عامة يعني وانه شغلي، لان ده برضو انا عايزه اشتغل يعني. ايوه لان دايما في ناس اللي هو زي ما انتي قلتي لما عارفه بتبقى عندك بيت بتحسي طب انا هعمل ايه الاول او هنظم ازاي. هل بتعرفي تنظمي دايما ولا هي ما بتمشيش كده؟ بصي، هو معايا صراحة ما بتمشيش كده خالص يعني. هي ساعات بيبقى لا البيت محتاج طاقة مني اكتر. انا مثلا هو خلاص يوم تنظيف هعمل ايه فاهمة، لازم انضف. صح. وفي نفس الوقت ساعات بتبقي مثلا انت عندك عزومة، عندك ناس جاية على طول. يعني احنا عندنا البيت صراحة على طول ناس بتبقى عندنا، فانا مثلا بالنسبة لي لا، ما ينفعش يبقى البيت مش متروق. صح. ما ينفعش ما بقاش مثلا في، فاهمة، جروسريز. اكيد طبعا. حاجات كتير. فهو ساعات بتبقى على حسب اليوم ماشي ازاي بالنسبه لي يعني. انا في حاجات بتبقى اولى وفي حاجات لا، انا مثلا محتاجه اصور بقالي كتير ما صورتش، محتاجه انزل كونتنت، فلا ممكن حاجات البيت تقف. برضو في حاجات البيت مش شرط كل حاجه اعملها في نفس اليوم. بقسم الحاجات تاسكات، وممكن مثلا انجز حاجه النهارده، بعدين اصور شويه، بعدين بكره اكملها، فاهمه. فهي بتبقى على حسب ايه الدنيا ماشيه اللي هو ازاي كده. بس قصدي يعني بتعرفي اللي هو تبقي موجوده اتليست في الحاجتين. ما انا معرفش بقى لو في اطفال يعني. صراحه الكونتنت كريتورز اللي معاهم اطفال I appreciate قوي يعني. معرفش هما عايشين او بيعملوا ايه في شغلهم يعني. ايوه فاهمه قصدك ايه. فاهمه قصدك كويس قوي الموضوع فعلا. بالظبط ان هو انا بحس الطفل محتاج 24 اور في الاول يعني بصراحه ممكن لما بيبتدوا كده، يكبروا. فاهمه. ايوه. رنا انتي بتقدمي مينلي محتوى ليه علاقه بالريفيوز والحاجات، فاكتر حاجات سكين كير ميك اب وشويه برضو في فاشن. هل في حاجه معينه انتي بتحسي كرنا ان هي قريبه منك قوي؟ هي البيوتي برودكتس طبعا والميك اب وكده. ده انا من day one لغايه دلوقتي عشان بجد انا بحب اجرب الحاجات دي، بحب تست برودكتس جديده بالذات في الميك اب. يعني بالنسبه لي عالم الميك اب ده عالم. والاقي بقى مثلا او السكين كير انا اشيد بيه بجد يا جماعه بشرة حلوه جدا ما شاء الله. او سكين كير برضو بحس this is me، فاهماني. بس كده. انا طبعا مش هسألك على رأي علي ايه، لان علي اصلا كونتنت كريتور. بس في الاول لما يعني اهلك او صحابك القريبين اللي هم من بره السوشيال ميديا لما ابتدوا يشوفوا رنا بتعمل اللي هي بتعمله، كان ايه رد الفعل؟ مثلا ناخدها ستيب 1، اهلك ايه نظام؟ طنط مثلا، اخواتك؟ عايزه اقولك يعني انا كنت بنزل كونتنت ما اظنش حد فيهم خد باله لغايه بعد سنه ونص. بعدين هو ابتدى يجيلي باكجز وكده على البيت، فهم مش فاهمين دي اوردرز ولا اللي دي هي بتعمل ايه بقى. بعدين ابتدوا بقى لما ابتديت مثلا اخرج مثلا مع ماما او كده، والاقي حد يجي يتصور معايا، واللي هو
ايه ده، ما ابتدوا بقى اللي هو عايزين يعرفوا انا بعمل ايه. بعدين دخلوا وايه ده الله، وكانوا سنة ونص مشجعين بقى للموضوع. فاللي هو بس هما كانوا لا يعني هما صراحة يعني حتى بعد ما عرفوا ما كانوش متضايقين خالص، بالعكس they were proud كده. Yes. انت عندك اخوات بنات ولا ولاد؟ الاتنين. الاتنين. يعني تالي بقى انت اخواتك البنات عارفة عندهم احساس اللي هو اختنا اللي دايما بيجي لها حاجات. لا هي كمان عايزه اقول لك في ناس عشان هي رولا اختي شبهي جدا، ففي هي ناس شبهك قوي. في ناس بيتلخبطوا وكانوا بيروحوا يتكلموا معاها على اساس ان هي بس دلوقتي اتحجبت بقى فخلاص. فبقى في فرق واضح بقى. الحمد لله. Yes. بس هم اصلا كانوا حتى صحابها يبعتوا لها، ما كانوش يعرفوا مثلا ان انا وهي اخوات، فيبعتوا لها يقولوا لها البنت دي شبهك قوي. شوف سبحان الله. اقول لهم دي اختي. فهم تقريبا يعني ايه الناس مش مجمعه شويه. ايوه بالظبط. اصل كمان لما بيبقوا الاخوات شبه بعض اللي هو ما كده عشان كده شبهك. ايوه بالظبط. بس واخويا يعني انا اكبر واحده كده فاخويا اللي في النص برضو كان لذيذ يعني. كان حابب الموضوع بيشجعني كان فاهم انتي. طب وعمه كان بابا لا بابا تشيل خالص يعني اللي هو انتي كويسه ومبسوطه وحلوه. حلو قوي الموضوع ده. بس فهو دي الفكره. هما بس كانوا متحفظين شويه على حوار ان انا اسيب شغل هندسه وكده. ده بقى اللي انا كنت هسألك فيه. بس بعد كده لما حسوا ان الموضوع جاي على نفسيتي قوي وان انا فعلا مش قادره، كانوا لا تمام يعني. بس هما كل فين وفين اللي هو مش هترجعي بقى تشتغلي ولا ايه. انتي حاسه ان انتي ممكن تعملي كده تاني؟ بصي صراحة تجربتي ما كانتش ألذ تجربة يعني، فما اعرفش الصراحة يعني. هو يعني سؤال صعب اجاوبه. ايوه لا على فكرة هو دايما اصلا شكرا على اجابتك، لانه مش لازم دايما الانسان يبقى عارف كل حاجة يعني. كويس ان انتي بتقولي ان انا مش عارفة. ايوه حاجة حلوة. لو رجعتي حلو، لو ما رجعتيش انتي عندك حياتك وشغلك يعني فاهمة. بس بالظبط. اصلا فعلا you never know، ممكن في يوم اصحى كده لو انا حاسه ان انا نفسي ارجع، فاهمه. بالظبط. بس قصدي يعني كهندسه بقى بتوحشك الشغل نفسه ولا انتي مش والله مش عارفه. honestly برضو ما اعرفش يعني. يمكن لو رجعت اشتغل حاسه، مش متاكده. لو رجعت اشتغل يمكن يوحشني. اوكي. بس اللي هو عارفه استعيد الذكريات طبعا. بس برضو ما اظنش يعني. بس مش عايزه اقول ولا عشان ايه لو رجعت برضه. بقول لك لا، انت اجابه بجد اجابه غير متعارف عليها يعني. انا فعلا بحس اصل في دايما ناس بتبقى حسره، او اللي هو انت ايه خلاص عديتي يعني العشرينات، او خلاص عديتي مثلا سن معين عامه. لان في اوائل العشرينات دايما الناس تبقى ايه لازم تعرفي انت هتعملي ايه لسه 20 سنه 21 22. انا الحوار ده على فكره انا كنت بعاني فيه في الاول. وده كان من جزء من اجزاء كان جايب لي اكتئاب. ليه؟ ان هو انت في الاول بتبقي خارجه بقى يعني اولا you're being spoon fed طول بقى ما انت في مدرسه جامعه كل حياتك. صح. بعدين تخرجي بقى للعالم. بعدين محدش هيقول لي اعمل ايه ولا ايه بقى. انت في الصحراء بقى. هروح فين؟ هروح فين؟ طب اعمل ايه؟ بعدين تلاقي حد يقولك لا اشتغلي في ده احسن، بعدين لا اعملي. اصل هندسه فيها تخصصات كتير. ده انت تلاقي نفسك بقى فجاه ستوك وحاسه مثلا الناس كلها بتعلى وانت واقفه مكانك وحاسه بالذنب وان هو ان انت متاخره بس مش عارفه انت متاخره ليه، فاهمه. طب اكمل ايه؟ طب اكمل اخد ماجستير، طب اروح اعمل MBA، طب اشتغل طب هنا. المقارنات برضو عارفه المقارنات اللي هو بتاعت صاحبتي اللي كانت معايا او حد يعني صديقي مثلا كان معايا خلص وراحت او روح اشتغل في شركه كذا وبياخدوا كذا. لان الشغل بالذات لا فعلا ده غير طبعا اكيد الاجتهاد بيبقى عليه وكده، بس يعني النصيب بيبقى مختلف. ايوه ممكن نبقى متخرجين من نفس الجامعه انا وانتي دارسين نفس الحاجه بنفس التقدير، بس هي مثلا حد ما شاء الله يجيله شغل بره بمرتب كويس قوي وانا ما يجيليش ده، فاهمه. فابتدي احس اللي هو ليه. ايوه بس كنت بحس اللي هو طب ايه الحاجه اللي انا بعملها غلط؟ هل في حاجه انا محتاجه اعملها؟ بس بعدين طب انا ليه مش مبسوطه في الشغل اللي انا فيه؟
فاهمه. اه فبتبتدي بقى اللي هو تحسي ان انت تايهه، او يعني هو ملخص الموضوع ان انت بتبقي تايهه ومش عارفه تعملي ايه ومش عارفه، مفيش صح ومفيش غلط. كل كارير او طريق ليه حاجه مختلفه يونيك لوحده. فجيت بقى قلت لا خلاص، انا المفروض ابقى satisfied I'm doing my own thing in my own pace، فاهمه. in my own pace اللي هو بسرعتي اللي انا المفروض امشي بيها يعني. بالظبط، مش شرط ان هو الشخص التاني ان هو عمل حاجه احسن او اسرع يبقى هو ده الصح. هو كل واحد بيجو through the things بطريقته في الوقت اللي ربنا كتبه له. صح. لا صح بجد. فعلا. فسبحان الله في الاخر اي ما كملتش اصلا شغل هندسه. بس ما ندمتيش ان انتي دخلتي هندسه صح؟ بصي صراحه لا، يعني هي برضو بحسها بتغير تفكير الواحد شويه، ودي حاجه بلاحظها قوي الصراحه. يعني مثلا لما الاقي حد لو في مشكله بقى واعمل ايه وبانيك بقى مود، وانا هو ممكن تعمل 1 2 3 وابتدي organize steps problem solving skills، فلو هو يبص لي كده اللي هو بس كده. طب في حته بقى بما انك مهندسه كان نفسي اسالها لك قوي، ليه يعني في كومنت كده بيجي عليكم بصراحه، ايوه احنا المهندسين فاهمين فالله اكبر كل حاجه. هي this is kind of true يا جماعه مهندسه انا كان نفسي ترد غير كده. اصل هو انت بتاخدي بقى بتدرسي كل حاجه، كهرباء تلاقي، سباكه تلاقي، تكييفات تلاقي، فاير عارفه طفايات الحريق تلاقي، كل حاجه. فخلاص هو يعني ما فاضلش غير انه يطبخ بجد، يعلمونا الطبيخ وخلاص كده، حطونا في اي حته هنتصرف. انا حاولت بس هو سبحان الله دي حاجه فيهم كلهم كده، انا خلاص اتاكدت ده كلكم. بصي عماره، مدني، ميكاترونكس، اي مهندس او مهندسه بعد ما انتوا فعلا عندكم حق. انا بابايا مهندس، ايوه هو مش بيقولها اوت لاود بس بيبقى دايما في اتيتيود اقتناع كده، بيبقى كمان اتيتيود. ايوه اقتناع انا فاهم كده في كل حاجه. Yes. فشكرا على الاجابه الصريحه. ما بحبش اجمل الحاجه. لا انا مش هجمل. لو في حاجه غلط تبقي نفسك تفهميها للناس عن المحتوى، عن صناعه المحتوى، تبقى ايه يعني؟ ايه تفتكري الحاجه الغلط اللي الناس فاهماها عن صناعه المحتوى؟ استني افكر لك. ان هي ان انت هتعملي الفيديو النهارده هيجيلك فلوس بكره. دي حقيقه والله. الناس تبقى فاكره ان هي تعمل طبعا الفيديو النهارده هيجي لهم شغل وفلوس بكره. ودي حاجه بتخليهم ما يكملوش في صناعه المحتوى، ان هو مش بديها صح. هو مش بديها عشان هو حاببها، مش بديها عشان هو مثلا بيجت كرييتيف، مش بديها عشان في باشن، فاهمه. فهو بيبتدي يقعد مثلا شهر شهرين بعدين خلاص كده مفيش حاجه، مفيش بقى حد هيكلمني ولا ايه. طب لو هتنصحي صناع المحتوى الصغيرين او الجداد بحاجه تبقى ايه؟ I think being patient وما يبقوش perfectionist قوي. اللي هو عادي يعني، انت لو عندك امكانيات معينه work with it، اشتغل واعمل content عادي. وبدام حاجه يبقى بيعمل كونتنت حاجه هو حاببها فعلا. ما يبقاش هو داخل بمنتاليتي اللي هو داخل عشان تارجت معين او كده. هو لو حابب الموضوع مش هيبقى بالنسبه له شغل، هيبقى بالنسبه له حاجه لذيذه وفن. بعد كده الفلوس بقى والدنيا تمشي قدام لما هو هيبتدي يتعرف وكده. بس هو مش هيبقى حاسس بهم ان هو انا لازم اطلع واضغط على نفسي عشان اعمل الحاجات دي. خصوصا ان على فكره التصوير والاديتنج ده بقى انا كنت هسألك it takes so much time وان انت تفكري بقى وطب فكره كرييتيف بقى، عشان هو اصلا الكونتنت بقى في ناس كتير بيعملوا. كنت لسه اقولك دلوقتي بقى في، انا مش عايزه اقول منافسين بس بقى في صناع محتوى كتير. بالنسبه لزمان طبعا يعني انا في 2016 او في 2017 ما كانش في ناس تقريبا بيعملوا فيديوز اصلا. لا كانت ناس معينه قوي بصراحه يعني، وما كانش في كل المجالات دي. انما دلوقتي لو حد دخل على اي بلاتفورم، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، اي حاجه، فيسبوك، انتي لو كتبتي مثلا طبخ مش عارف ايه، لو عايزه حاجه الناس بتتكلم في كل حاجه. يعني في صناع محتوى كتير يعني، حتى عن الفيديو والاديتنج بقى ما شاء الله كتير قوي. بقى طبعا مش بنتكلم على علي خالص علي عدى خالص ما شاء الله عليه. بس في ناس حتى ديديكيتد لمثلا اديتنج من الابلكيشنز. بس تشوفي التوتوريالز دي لذيذه قوي عشان انا باديت من الابلكيشنز برضه عادي. ما في بقى ناس بقى كده دايما يجيلك السؤال هل علي بيصورك؟ لا برضه
اصل هو راجل بيشتغل، هو مش فاضيلي. وانا ما يعني زي ما قلت لك انا ما يعني عشوائيه. انا الفكره ممكن مثلا بالليل فجاه الفكره تطلع في دماغي اقوم قاعده عاملاها دلوقتي. يعني انت مش بتبلاني بقى قبلها باسبوع لا وكده؟ خالص بجد. I don't ما بقراش من سكريبت تماما فعلا بجد والله. كل الكلام بطلع مهندسة كده بقى. اللي هو ازاي ما تيجي، فاهمه انا حاسه بايه، عارفه لو هو بينزل كده هو البرودكت ده انا حاسه فعلا من كذا، فاهمه يعني اللي انا بقوله فعلا ده بيبقى من personal experience، فهو مش محتاجه اكتب سكريبت او كده يعني. هي دي مدارس بصراحه. في ناس تقول لك لا لازم اكتب وابقى محضره سكريبت وكده، وفي ناس تانية ممكن عشان مش مهندسين ممكن وفي ناس تانية لا بجد اللي هو لا زي كده اللي هو ما شاء الله. انا لما بقعد قدام الكاميرا اوكي، عارفه اللي هو انا تمام يعني. ما على فكره حوار القعده قدام الكاميرا ده بياخد تعود ووقت كتير، فيمكن برضو هو تعود. بس هو صراحه من day one برضو ما كانش عندك مشكله فيه؟ لا انا كده كده كنت بتكسف من الكاميرا بس من day one ما بكتبش سكريبت اصلا يعني بجد. فاكره IGTV؟ طبعا فاكره طبعا فاكراه طبعا. عايزه اقول لك كنت بنزل وبجد فيديو 4 دقايق ومش عامله له كات واحد، بسم الله ما شاء الله. وبجد كل ده انا قاعده برغي مع نفسي ما بقراش من سكريبت زي ما تيجي. فعيني كان دلوقتي برجع اتفرج اقول يا عيني هم كانوا بيتفرجوا على ده ازاي؟ بيتفرجوا عليكي؟ طب والله العظيم دول لويال فانز ايوه قوي. بجد. انا مثلا في ناس كانوا بيبعتوا لي والله لسه من قريب بيقولوا لي احنا فاكرين لما كنت قاعده في اوضتك زمان وكان في رسمه مش عارف والله يا جماعه نفسي اديكوا ستارز كلكم كده. ما فكرتيش تبداي على اليوتيوب؟ والله فكرت بس هو يعني مش للاسف هو ليه محتوى تاني غير اللي انا بقدمه خالص. وانا اصلا بطبيعتي بزهق من الفيديوهات الطويله. اوكي. فانا مش متخيله ابقى بصور مثلا فيديو ساعه ولسه هادت اوصله مثلا نص ساعه يعني انا هتفرج على نفسي ساعه. احنا معانا كذا مره ربنا معاه بقى. بس فبجد لا يعني الموضوع فعلا عايز تيم بقى. اللي هو لما مش انا لوحدي احسن كده. بس كمان عايزه اقول لك معرفش is it a TikTok thing ولا لا، بس عشان انا بقعد على التيك توك كتير اي يعني الفيديوهات بجد بقلب فيها بسرعه. دي حاجه للاسف it's a bad habit بس يعني صبري قل اللي هو بجد. وبعدين عاملين فيتشر جديده اللي هو بتدوسي على الفيديو بيسرعوا تايمز 2 زي الفويس نوت. فانا بقيت بتفرج على كل الفيديوهات تايمز 2 عارفه اللي هو 500,000 محتوى في 5 دقايق حرفيا. فبجد اللي هو انا مش متخيله نفسي ان انا ابقى بعمل لونج فورم كونتنت. بس وهي اهم حاجه ان انت تبقي عارفه اللي هو in your own skin ان انا بعمل حاجه بالظبط شبهي يعني. او يعني هو على فكره على يوتيوب انا بنزل شورت. كنت لسه اقولك بس بتنزلي شورتس؟ بس كده عشان this is my content. ده طاقتي انا. عجبتني قوي الكلمه دي. اللونج بقى ان شاء الله بقى لما الدنيا توسع كده. لا ان شاء الله. يس. اخر بقى حاجه هنعملها النهارده. بصي الطبق ده فيه كلام يعني كلمه على كل ورقه، فانا عايزاكي تختاري ورقه وتقولي الكلمه دي بتعني ايه لرنا. اوكي ماشي كده شافل يعني شافل. اوكي مش لازم تاخدي طبعا اللي على الوش. اوكي. العقل تعنيني ايه؟ مش انا خالص. حلوه الصراحه قوي. يعني اللي يعرفني عارف ان انا شخص ايموشنال قوي، مش بفكر قبل ما بعمل حاجه، فاهمه؟ هي عارفه اللي هو بتبقى يعني انا دايما عايشه بالفايبز كده، فاهمه؟ اللي هو لو I'm feeling good والفايبز كويسه انا I'm happy I'm doing كويس في شغلي في البيت في كل حاجه. لكن لو انا الفايبز بتاعتي مش تمام هتلاقيني كشه واخده جنب الدنيا مش تمام قوي. فديفينتلي العقل ده مش انا. ما بحسبش الحاجه لا زي ما تيجي. ده مش مفروض كمان مش انتي يعني الواضح ممكن ما يبانش كده. بالظبط كده. رنا انا اتبسطت معاكي قوي النهارده. وانا كمان قوي ميرسي. واتبسطت ان انتي حكيتي الجيرني واتكلمتي. اتبسطت ان انتي اتكلمتي النهارده. شفتي عشان رنا يا جماعه مش بتتكلم بسهوله قوي كده، فاحنا قعدنا بره كتير عشان اخليها تتكلم الاول. وبعدين دخلنا هنا. ميرسي قوي. فثانك يو قوي على النهارده. العفو على ايه. اشوفكم بقى في ان شاء الله الحلقه الجايه. باي باي.